السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو ده هنفهم سر من أسرار جسمنا، وخصوصا لما بيعمل حاجات مش بنفهمها في مواقف معينة، ونجاوب على سؤال بيخص أي حد فينا فكر يسافر بالبحر أو حتى يركب مركب صغير، أو حتى الناس بتجيلها الأعراض دي في العربية أو الأتوبيس. ليه بعض الناس بيعانوا من داء البحر أو دوار الحركة وبيحسوا بغثيان ودوخة ونفسهم بتتقلب، في حين ناس تانية بتفضل زي الفل وما بتتأثرش خالص؟ هل ده مجرد دلع أو إحساس نفسي، والّا في حاجة بتحصل جوّه جسمنا بتخلّيه يتلخبط ويدّينا الإحساس ده؟ إيه العلاقة بين العينين والأذن الداخلية والمخ وبين إننا نحس إن بطننا بتتقلب؟ لو الموضوع ده محيرك ونفسك تعرف إيه السر ورا داء البحر وإزاي بيشتغل جوّه جسمنا، يبقى ركّز معايا كويس عشان نكشف أسرار لخبطة الإشارات الحسية اللي بتسبب دوار الحركة. يالّا بينا نفهم الحكاية. أول حاجة لازم نعرفها إن داء البحر هو في الأساس نوع من أنواع ظاهرة أكبر وأعم اسمها دوار الحركة. دوار الحركة ده ممكن يجي لك في أي وسيلة مواصلات بتتحرك، في المركب ده المشهور طبعا دوار البحر، في العربية بيسموه دوار السيارات، في الطيارة دوار الجو، أو حتى في الألعاب اللي بتلف بسرعة في الملاهي. وناس قليلة ممكن يجي لها دوار حركة حتى وهي بتتفرج على شاشات كبيرة بتعرض فيديوهات فيها حركة سريعة زي أفلام الأكشن أو ألعاب الفيديو. السر كله في لخبطة المخ أو الصراع الحسي. السبب الرئيسي لدوار الحركة ده هو حاجة علمية بنسميها الصراع الحسي أو التعارض الحسي. ببساطة كده المخ بتاعنا عشان يحافظ على توازن جسمنا ويخلينا عارفين إحنا فين وبنتحرك إزاي بيستقبل إشارات ومعلومات من كذا مصدر حسي مختلف. أهم المصادر دي هما تلاتة: العين أو الجهاز البصري، عينك بتشوف اللي حواليك، هل الحاجة ثابتة ولا بتتحرك. لو بصيت جوه كابينة المركب عينك هتقول لمخك إحنا ثابتين مفيش حركة. الأذن الداخلية، الجهاز الدهليزي، دي بقى البوصلة الحقيقية بتاعة جسمك وميزان الاتزان بتاعك. الأذن الداخلية وتحديدا جزء منها اسمه الجهاز الدهليزي، في سوائل صغيرة وخلايا شعر حساسة تتحرك مع أي ميل أو دوران أو تسارع. الجهاز ده هو اللي بيحس بالحركة، بالاهتزازات، بتغيير الاتجاه، بوضع راسك في الفراغ. لو انت في مركب بتتهز وتترج، أذنك الداخلية هتقول لمخك احنا بنتحرك وبنروح يمين وشمال وفوق وتحت. تلاتة: الأطراف والعضلات، الإحساس بالموضع. العضلات والمفاصل والجلد بتاع جسمك بتبعت إشارات للمخ تقول له وضع جسمك إيه بالنسبة للأرض، هل أنت واقف، قاعد، بتتهز، ثابت. طيب إيه اللي بيحصل وقت الصراع الحسي ده؟ بتحصل لخبطة كبيرة جدا في المخ. تخيل معايا كده أنت راكب مركب قاعد جوه الكابينة، عينك بتبص على الكرسي اللي قدامك وعلى الشباك وعلى ترابيزة الأكل، كل دي حاجات ثابتة بالنسبة لعينك. فالعين بتبعت إشارة للمخ تقول مفيش حركة يا معلم، كل حاجة ثابتة. لكن في نفس اللحظة المركب عمالة تتهز وتترج وتطلع وتنزل مع الأمواج. أذنك الداخلية، الجهاز الدهليزي اللي هو ميزان الاتزان بتاعك، بيحس بكل حركة ورجة ودوران، فبيبعت إشارة للمخ تقول لا 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 إحنا بنتحرك وبنتهز بشكل جنوني كمان. هنا بقى بيحصل الصراع. المخ بيجيله إشارتين متناقضتين تماما من حواس مختلفة، العين بتقول ثابتين والأذن الداخلية بتقول بنتحرك بقوة. المخ بتاعك بيقف مش عارف يصدق مين، فبيتلخبط تمامًا وبيتعامل مع الصراع ده كأنه إشارة خطر، كأنك أكلت حاجة سامة أو جسمك اتسمم وبدأت تشوف وتسمع حاجات غلط. المخ كرد فعل وقائي عشان يحميك من التسمم ده بيدي أمر للجهاز الهضمي عن طريق العصب المبهم اللي بيربط المخ بالأمعاء إنه يعمل غثيان وقيء عشان يتخلص من أي حاجة ممكن تكون دخلت جسمك وسببت الدوخة أو اللخبطة الحسية دي. هو ده السبب الأساسي ورا الإحساس اللي إحنا بنحس بيه دوّة. طيب ليه بعض الناس بتعاني أكتر من غيرها؟ اختلافات فردية طبعًا، مش كل الناس بتجيلها دوار حركة بنفس الشدة، في ناس ممكن تركب مركب أو طيارة وما تحسش بأي حاجة خالص، وناس تانية ممكن بمجرد ما المركب تتحرك مترين تلاقي نفسها بطنها بتتقلب، وده بيعتمد على عوامل كتير. أول حاجة حساسية الجهاز الدهليزي، بعض الناس بيكون عندهم جهاز دهليزي في الأذن الداخلية حساس أكتر من غيرهم، فبيستجيبوا لأقل حركة وبيلخبطوا المخ أسرع. 2: العمر، الأطفال الصغيرين من سن سنتين لحد 12 سنة تقريبًا بيكونوا أكتر عرضة لدوار الحركة من الكبار، ده لأن جهاز الاتزان عندهم لسه في مرحلة التطور والنضوج، ومخهم مش بيعرف يفسر الإشارات المتناقضة دي بكفاءة. الرضع وكبار السن غالبًا بيكونوا أقل عرضة للموضوع ده. 3: العوامل الوراثية، في استعداد وراثي لدوار الحركة، لو أبوك أو أمك بتعاني من دوار الحركة ممكن تكون أنت كمان أكتر عرضة للموضوع ده. 4: الحالة النفسية، القلق، التوتر والخوف، كل دي عوامل ممكن تزود حدة دوار الحركة. مجرد إنك تفكر إنك ممكن يجيلك دوار حركة ممكن يجيلك فعلا.
الخبرة السابقة، الناس اللي متعودة على السفر المتكرر بنفس وسيلة المواصلات مخها بيبدأ يتكيف ويتعلم يحل الصراع الحسي ده، فممكن الأعراض تقل مع الوقت، بيسموها التعود. طيب إيه اللي ممكن يزود دوار الحركة؟ أول حاجة عدم رؤية الأفق، لو أنت جوه كابينة المركب ما بتشوفش الأفق الثابت، ده بيخلي الصراع البصري يزيد لأن عينك مش شايفة أي مرجع ثابت. التركيز على القراءة أو الشاشات، لو بتقرأ كتاب أو ماسك موبايلك جوه المركب عينك بتكون مركزة على حاجة ثابتة قريبة منك في حين جسمك بيتهز، وده بيزود الصراع الحسي. الروائح القوية، روائح الأكل أو البنزين أو العادم أو حتى السجاير، ممكن تزود إحساس الغثيان. الأكل التقيل أو الدسم، وجبات الأكل اللي فيها دهون كتير أو توابل حراقة قبل السفر أو أثناءه ممكن تتعب المعدة وتزود الإحساس بالتقلب. قلة النوم والتعب، لو أنت مرهق أو مش نايم كويس ده بيخلي جهازك العصبي المركزي أكتر حساسية، وبالتالي أكتر عرضة لدوار الحركة. البحر الهائج، الأمواج العالية والحركة العنيفة للمركب بتزود شدة الإشارات المتناقضة اللي بتوصل للمخ، وبالتالي بتزود حدة الأعراض دي. خلينا نفهم دلوقتي إزاي نتعامل مع داء البحر ده. لحسن الحظ في طرق كتيرة ممكن تساعدك إنك تتعامل مع دوار البحر أو تقلل من حدته، سواء قبل السفر أو أثناء السفر. ركز على الأفق، دي يمكن أهم نصيحة. لو أنت على المركب بص لبعيد على الأفق أو على نقطة ثابتة على اليابسة لو شايفها، ده بيخلي عينيك تشوف حركة وتتطابق مع الإشارة اللي جاية من أذنك الداخلية، فالمخ ما يتلخبطش. اطلع على السطح أو اقعد في النص، لو متاح حاول تقعد في مكان تهويته كويسة، أو اطلع على سطح المركب في الهواء الطلق، والمكان اللي في نص المركب بيكون أقل عرضة للحركة والاهتزازات الشديدة. تجنب القراءة أو الشاشات، ما تحاولش تقرا كتاب أو تبص في الموبايل بتاعك جوه المركب، خصوصا لو الأعراض بدأت تظهر. الزنجبيل ده علاج طبيعي فعال جدا لناس كتير، ممكن تاخده في صورة شاي زنجبيل أو قطع زنجبيل طازجة أو كبسولات، بيساعد على تهدئة المعدة وتقليل الغثيان. المشروبات الصافية والأكل الخفيف، قبل السفر وخلاله اشرب سوائل صافية زي المية أو الشاي الأخضر، وكل وجبات خفيفة ومطبوخات زي البسكوت السادة أو التوست. ابعد عن الأكل الدسم والدهني والحراق واللي فيه ريحة قوية. نقطة الضعف، في أساور معينة بتتباع في الصيدليات اسمها أساور دوار الحركة، دي بتضغط على نقطة معينة في رسخ الإيد، بيعتقد إنها بتساعد على تقليل الغثيان، ممكن تجربها. الأدوية بدون وصفة طبية، في أدوية كتير ممكن تاخدها قبل السفر زي مضادات الهستامين اللي بتسبب نعاس بسيط زي الدرامامين، دي بتشتغل على الجهاز العصبي المركزي وبتساعد على تهدئة الجهاز الدهليزي، لازم تاخدها قبل السفر بفترة عشان تلحق تشتغل، وغالبا بتسبب نعاس فخد بالك لو هتسوق. لاصقات الاسكوبولامين، دي أقوى شوية وبتكون بوصفة طبية، بتتلزق ورا الودن قبل السفر بفترة، أو ممكن مفعولها هيفضل لأيام، بتشتغل على الأعصاب اللي بتوصل إشارات الحركة للمخ. الخبر الكويس إن الجسم عنده قدرة مذهلة على التأقلم والتكيف، لو فضلت في المركب لفترة كافية كام ساعة أو يوم المخ بيبدأ يعيد برمجة نفسه، وبيتعلم يفسر الإشارات اللي بتجيله من الأذن الداخلية والعين بشكل جديد ومتوافق، فبتلاقي الأعراض بتقل تدريجيا لحد ما تختفي خالص، وتحس إنك بقيت واخد على البحر أو رجلك خدت على السفر. في النهاية المخ هو القائد والاتزان هو الهدف بتاعنا. دوار البحر ده مش دلع ولا وهم، دي استجابة فسيولوجية معقدة بتحصل نتيجة صراع حسي في المخ، لما الإشارات اللي بتجيله من العين وأذنك الداخلية وأطرافك ما بتكونش متوافقة مع بعضها. المخ بيترجم اللخبطة دي على إنها خطر، فبيدي أوامر للجهاز الهضمي بالتقلب والغثيان كنوع من الدفاع. فهمنا لطبيعة المشكلة دي بيساعدنا إننا نتعامل معاها بشكل أفضل ونختار العلاج المناسب. والحمد لله في طرق كتيرة فعالة ممكن تخلي رحلاتك البحرية أو البرية أو الجوية ممتعة من غير قلق، فبلاش تخلي الخوف من دوار الحركة يمنعك من الاستمتاع بالسفر واستكشاف العالم. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، ونشوفك على خير في الفيديو الجاي.